السلام عليكم طلاب. هذا السؤال أيضا عن المقادير الجبرية اللي هو إجا يتكرر بالوزاري عام 2019 الدور الأول. طبعا هنا لازم نوزع. مطلوب عندي مقدارين جبرية، مقدار جبري متكون من حدين ومقدار جبري آخر متكون من 3 حدود. إذن هذا الحد الأول ينضرب بمن مرة في الحد الأول بالطرف الثاني أو المقدار الثاني، ومرة بالحد الثاني، ومرة بالحد الثالث. هاخذهم خطوة خطوة، كلها عملية شنو؟ ضرب. فأجي بالحل الواي في واي راح يكون عندي هذا الواي الأس مالته واحد، فيكون عندي واي تكعيب، واجي اراعي الإشارات لا أنساها. والواي طبعا هنا كل موجب راح يكون عندي زائد أو يعني هنا سالب، طبعا هنا موجب راح يصير عندي واي في سالب 2 واي. طبعا هنا المعامل مالته واحد، واحد في 2 راح يكون عندي 2، والسالب طبعا سالب 2 واي في واي راح يكون واي تربيع. بعدين الواي بمن في 4، والإشارات موجب راح يكون عندي زائد 4 واي. هذا هسه خلصنا من الحد الأول. أجي للحد الثاني، أيضا أضربه مرة هنا ومرة هنا ومرة بالحد الثالث، فيصير عندي موجب 2 في واي تربيع راح يصير عندي زائدا 2 واي تربيع. واجي هنا موجب بالسالب حيصير عندي سالب 2 في 2 4، والواي تنزل وحدها. بعدين نجي موجب 2 وزائد، يعني حيصير عندي زائد هنا 2 في 4 حيصير عندي 8. هاي اللي هنا هسه أنا كملت ضرب المقادير الجبرية. بس أجي هسه أبسطها. هاي إيش أبسطها؟ أجي أباوع هنا عندي هاي موجب 4 واي وعندي هاي سالب 4 واي، هذني نظير جمعي فأقدر إنه أختصرهن يروحن ينتهن. وعندي أيضا سالب 2 واي تربيع، وعندي هنا موجب 2 واي تربيع أيضا نظير جمعي أيضا حيروحن، فحيصير عندي الناتج عبارة عن واي تكعيب، واي تكعيب زائدا 8. طبعا هاي الإشارة ويا من ويا هذه اللي راحت ويا الثنين، فيكون عندي واي تكعيب زائدا 8. هذا هو الحل النهائي بالنسبة لهذا السؤال. تأخذ درجة كاملة إن شاء الله بالامتحان الوزاري.